مركز في حياة غيره مش هيفضل يشوف حياته هو ولا يكتشف الحلو اللي فيها. مش يمكن لو دورت في حياتك شوية تلاقيها أحلى من حياة الناس اللي عاجباك دي. السلام عليكم. في مثل مشهور قوي بيقولك إيه؟ إن ربنا لما وزع العقول كل واحد عجبه عقله، ولما وزع الأرزاق كل واحد عجبه رزق غيره. افتكرت المثل ده كتير قوي مع كل مرة بشوف فيها حد باصص لحاجة في إيد غيره، وكأن ربنا سبحانه وتعالى لما وزع علينا الأرزاق ما كانش عليم وعادل ورحيم، حاشا لله طبعا. وآخر مرة افتكرت فيها المثل ده كان من فترة قريبة. كنت قاعد في أحد الكافيهات وفي ماتش كورة شغال، وأبو صلاح مولع الدنيا كالعادة. سمعت ساعتها واحد بيتكلم مع صاحبه وبيقول هو أبو صلاح بيقبض كام في السنة؟ وبعدين بدأوا يحسبوها بالمصري، وفي الآخر وصلوا للرقم اللي صلاح بيكسبه في الثانية. أنا افتكرتهم شغالين في الجهاز المركزي للمحاسبات ولا حاجة. طلعت دي هواية عندهم، يشوفوا أي حد ناجح يقعدوا يحسبوا له مرتبه ويصرفوه ويعملوا منه مشاريع كمان، وفي الآخر ما نسيوش يقولوا كام جملة بقى من عينة أهدي الناس اللي عايشة، ناس ليها حظ وناس ليها مش عارف إيه، وكلام يعني من هذا النوع. بصراحة كان نفسي أخدهم على جنب كده وأتكلم معاهم كلمتين. ما كنتش هقول لهم إن ده رزقه وده رزقكم، ومين عارف يمكن ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكم في يوم من الأيام تكونوا أغنى منه وأنجح منه. ولا كنت هقول لهم إن الراجل ده كان في يوم من الأيام بسيط الحال وكان بيعاني علشان يروح التمارين بتاعته في القاهرة وهو من الأقاليم. كل الكلام ده أكيد هم عارفينه، لكن أنا كنت هقول لهم كلام تاني خالص. عجبك حياة حد، جرب تشيل شيلته كلها، مش اللي عجبك منها بس. يعني لو هنتكلم عن الاتنين اللي أنا شفتهم في الكافيه دول، عجبهم قوي دخل صلاح، ربنا يزيده ويحفظه يا رب، هو وزوجته وأولاده ووالدته ووالده وإخواته يا رب. بس محدش فيهم بقى فكر إنه عايش على نظام غذائي قاسي، محروم من أكلات كتير بيحبها عشان ما ينفعش وزنه يزيد جرام، بينما حضراتكم قاعدين في الكافيه بتاكلوا بسبوسة بالقشطة وتشربوا سحلب وتقعدوا بقى تعدوا على الراجل مرتبه. صلاح مثلا عنده روتين صارم في حياته، بينام في مواعيد وبيصحى في مواعيد، وعنده تمارين لازم يحافظ عليها علشان لياقته البدنية. شغال يا جماعة في ظل منافسة شرسة. لكن انت ممكن تسهر شوية مع اصحابك، ممكن تصحى متأخر براحتك، ممكن تكسل تنزل الجيم شهرين 3 سنة سنتين، مش متقيد بالنظام الصعب ده. صلاح صحيح ناجح ومشهور وملايين الناس بتحبه، بس دافع تمن ده غربة وبعد عن أهله وعن الناس اللي بيحبهم. أكيد بتوحش والدته كتير، وأكيد زي أي ابن في الدنيا بيتمنى يشوف أمه ويبوس إيديها كل يوم وياخد منها دعوتين حلوين. ما تقوليش بقى إنه مش فارق معاه يعيش بعيد عن إخواته وعن قرايبه وعن بلده وعن الناس اللي بيحبهم والأماكن اللي فيها ذكريات. هل محمد صلاح عنده وقت كبير يقضيه مع بناته ومع زوجته زي الوقت اللي حضرتك بتقضيه؟ ولا طول الوقت مشغول ووقته مضغوط وعنده تمارين وبطولات وشغل ما بيخلصش؟ أنا عارف إن الشهرة حلوة، بس حلوة وانت ناجح ومنور، لكن ما بتبقاش حلوة خالص لما بتضيع ضربة جزاء مثلا وتلاقي الكل بيحفل عليك. جربت انت الإحساس ده؟ انت تقدر تمشي في الشارع بكل حرية، تتفسح، تدخل محل كشري، تقعد على قهوة، تاخد صورة على الكورنيش. محمد صلاح ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يتحرك في أماكن عامة بحرية، لأنك أكيد عارف اللي هيحصل ساعتها. وعلى قد كل الحاجات اللي أنا عديتها دي، لكن برضو أكيد مش دي الصورة الكاملة. أكيد في حاجات كتير قوي في حياة صلاح أو غيره أو في حياة أي حد فينا، حاجات بتتعب أصحابها ومحدش يعرفها غيرهم. الصورة اللي حضرتك بتشوفها دي صورة اتاخدت في 5 ثواني، فما ينفعش بقى تختزل حياة كاملة لشخص في 5 ثواني. وأنا مش هقولك نظرية ال24 إيراد دي لأني مش مؤمن بيها أصلا، ولا هقولك إن ربنا لما يديك حاجة لازم ياخد حاجة قصادها، لأن عادي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديك كل حاجة، المال والبنون والصحة وراحة البال. ربنا كريم قوي وكرمه مالوش حدود. بس أنا هقولك حاجة تانية علشان تريحك، أي حاجة في إيديك ما ينفعش حد غيرك ياخدها، وأي حاجة في إيد غيرك ما تنفعكش. ببساطة شديدة يا جماعة، علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وزع التوزيعة دي، فما فيش مجال خالص إن الموضوع يكون فيه حاجة غلط.
مفيش مانع طبعا تكون طموح وعايز اكتر من اللي معاك، ما البحر يحب الزيادة، يعني انت هتكون قنوع اكتر من البحر. في طريقة مفيدة جدا انك تشكر ربنا على اللي معاك، فاللي معاك يزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعدين اللي هيركز في حياة غيره مش هيفضل يشوف حياته هو ولا يكتشف الحلو اللي فيها. مش يمكن لو دورت في حياتك شوية تلاقيها أحلى من حياة الناس اللي عاجباك دي؟ مش يمكن لو بصيت لجوزك شوية يطلع أحلى من أحمد عز؟ هي صعبة شوية بصراحة، بس أقصد يعني إن الجمال جمال الروح يعني وكده، ومش بحسد أحمد عز والله، ده حبيبي. وإنت مش يمكن لو ركزت مع المدام وبطلت تقارنها بغيرها تطلع متجوز أعظم وأجمل ست في الدنيا وإنت مش واخد بالك؟ أصلها حاجة من اتنين يا جماعة، يا تبص في ورقتك يا تبص في ورقة اللي جنبك. شوف بقى هتعمل إيه. وكل سنة وإنتم طيبين.